عبد العزيز سم. بس دقيقة تسمح لي بس؟ بتكلم. طب معلش، هل أنا أذنت لك إنك تطلع على المسرح؟ لا بس أنا بتكلم. سؤال بسيط عبد العزيز، هل أنا أذنت لك إنك تطلع على المسرح؟ لا ما أعرف. بس أنا وقفت بتكلم. طيب شغلوا لي صوت عبد العزيز، شغلوا لي صوت عبد العزيز. صوته شغال؟ تسمع صوتي زين الحين؟ تفضل. أنا يا عبد العزيز باسمي باسم أخوياي، أنا يا عبد العزيز أعرف حاتم وش ظروفه، وحاتم ايش كثر يحتاج البرنامج. فأنا أقول من الحين أنا بوقف مكان حاتم هنا وخل حاتم. والله ما تو يا عبد العزيز. دقيقة بتكلم مع الرجال صبر. بتكلم مع الرجال دقيقة يا محمد دقيقة أنا بتكلم صبر دقيقة خليني أتكلم مع عادل. أنا أتكلم مع عادل بس طب عادل لو سمحت لو سمحت دقيقة بس. عبد العزيز أنا والله ما تو والله ما أنا حلفت لا تحلف. أنا حلفت دقيقة أنا حلفت دقيقة أنا حلفت خلاص. كلمة واحدة عادل، كلمة واحدة. عرفت الموضوع يا عبد العزيز. كلمة واحدة. أنا رجال، تعال عبد العزيز. أنا رجال أعرف ظروف حاتم وأعرف حاتم ايش كثر يحتاج اسمح لي بس البرنامج. عبد العزيز، ممكن تقرب بس. أنا أعرف حاتم ايش كثر يحتاج البرنامج. سمعت الكلام هذا اللي أنت ذكرته؟ نعم. وسمعت أنك أنت تبي تجي مكان حاتم. نعم. وترجع حاتم. نعم. أنا يعني أعي جيدا مشاعرك. نعم. تمام، ولكن أعتقد أنك أنت ترجمتها بشكل خاطئ، لأن للبرنامج أنظمة ولوائح وقوانين، ما هي على كيف الشخص أو المتسابق أن يطلع متسابق ويدخل مكانه. لو كانت هي على كيفه كان يمكن واحد منكم من الآن قال أنا أبي أطلع من البرنامج، أنا ما نسبني البرنامج، ممكن أطلع. صح ولا لا؟ صح أنا ماني على كذا، لكن لا يقصرون بأخويا الاثنين هذا. بس أنا أعرف حاتم وعي جيدا إنه حاتم يحتاج البرنامج أكثر من عبد العزيز. جمهوري أنا ما قصر، حصلني الأسبوع اللي طاف وأعطاني الشيخة وأعطاني أمور واجد. بس عندك أنت منافسين كثر. أنا عارف. عندك برضو نصر بن قمرة أخذ حصانة. أنا عارف. عندك برضو فيحان سبيعي، لا تعتقد برضو يا عبد العزيز انك انت النجم الوحيد في البرنامج. أنا عارف. أنا ما قلت اذا كنت تعتقد يا حاتم، اذا كان يعتقد انه هو النجم الوحيد في البرنامج او الاكثر جماهيريه، فهذه مصيبه يا عز. أنا عارف. صح كلهم نجوم، كلهم يدرون انهم هم كلهم نجوم. انا ما قلت لك انا نجم، بس بالعكس انا اثق بجمهوري جيدا، واثق بكل شخص قاعد يدعمني جيدا. لكن انا قاعد اقول الحين باب انه حاتم يحتاج برنامج اكثر مني انا، فانا بوقف معه. انا اوقف مكاني. انا حلفت. انا حلفت. انا من طلعت هناك كنت اوقف مكاني. عز عبد العزيز حاتم، اسمح لي بس، انا ادير الستيج هنا، انا مدير المسرح هنا. عبد العزيز بترجع لمقعدك ونكمل، ولا عادي انا مستعد اني اطلع فاصل، ما عندي اي مشكله، انا ما عندي مشكله. يا عيال دقيقه خلونا مكان عاد، خلينا نطلع.